متهمان من زملاء المهنة يقفان وراء جريمة إندرايف المروعة. تفاصيل صادمة عن المشتبه بهما. لم يكن الضحية الوحيد هو من حكم عليه بالموت، بل كانت الجريمة منظمة بكل برود. في تطور جديد ومفاجئ، كشفت مصادر قضائية أن عناصر الدرك الملكي تمكنت من فك لغز مقتل ياسين سائق تطبيق إندرايف الذي عثر على جثته متفحمة بأولاد عزوز الأسبوع الماضي، وأوقفت مشتبهًا فيهما خطيرين ينتميان إلى عالم النقل نفسه ويعملان كسائقي سيارات أجرة. وبحسب التحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة، فإن المتهمين قام باستدراج الضحية، أب لطفلة رضيعة في العشرينات من عمره، إلى منطقة نائية بواسطة تطبيق النقل، حيث نفذ جريمة وحشية تعددت مراحلها بين طعن وسرقة وحرق لإخفاء المعالم، قبل أن يلوذ بالفرار. اعترف المتهمان بدوافعهما، حيث أوضحت التحريات أن الجانيان كانا يخططان لسرقة السيارة ذات العلامات الواضحة، مستغلين معرفتهما بوسائل النقل وأماكن الاختباء. وبعد عملية سرقة المركبة، تبين أن الجناة حرقوا جثة ياسين لمنع التعرف عليها، لكن البصمات والكاميرات حصرتهما. من هو المشتبه فيه الرئيسي؟ المتهم الرئيسي شخص في الثلاثينيات من العمر، متزوج وسبق أن قاد سيارات الأجرة لأكثر من 6 سنوات، كان يشتغل في نفس القطاع، وعانى من خلافات مالية سابقة مع الضحية، ممن حول الجريمة من مجرد سرقة إلى انتقام شخصي مبرمج. ما بعد الاعتقال، يواجه المتهمان عقوبات تصل إلى السجن المؤبد لاتهامهما القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، في أول حكم من نوعه بحق زملاء المهنة في قضايا النقل الذكي. القضية الآن في أيدي النيابة العامة، التي أمرت بإجراء تحقيق مفصل حول ملابسات الحادث وإحالتهما على الجنايات في أقرب وقت. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.